صدر البيت. وده عجز البيت وده عجز البيت. ده المصراع الأول. المصراع الثاني. النصف الأول. الثاني. النصف الثاني. أي حاجة من دول تتقال أو أنا عارف بقول الشطر الشعري الأول، الشطر الشعري الثاني، صدر البيت، عجز البيت، مصراع البيت الأول، مصراع الثاني، النصف الأول، النصف الثاني، كل دي مسميات للجزء ده. بس لما يتقال مصراع ده بيأتي في أول القصيدة، بتبقى القافية قصيدة مبتدية بيها، وقافية واخدة قافية القصيدة كلها أول شطر. فبيبقى اسمه بيت مسرع. مسرع يعني إيه؟ القافية واحدة. يعني أنا ناهي القصيدة كلها آم أو آن بيبقى الشطر الأولاني آخره آم أو آن متفق مع القافية كلها. يعني العروضة زي الدار. العروضة زي الدار في البيت الأولاني بس. البيت الأولاني بس. يبقى اسمه بيت مسرع. تمام. اسمه بيت مسرع. بيت مسرع. طيب نيجي بعد كده قلنا ده العروضة وده الضرب. طيب ده الجزء ده اسمه ايه؟ حشو البيت. حشو. برافو يا محمد. حشو البيت. أنا ما حضرتش. وده اسمه ايه؟ حشو. يبقى ايه؟ ده الحشو. ده الحشو. ده الحشو. ده صدر البيت، عجز البيت، المصراع الأول، المصراع الثاني، دي العروضة، ده الضرب. إذا جه تام 4 تفعيلات في كل شطر. جه مجزوء بحذف العروضة، والضرب يبقى 3 تفعيلات، وما قبلهما يبقى هما ايه؟ العروضة والضرب. في حاجة أقولها مش واضحة؟ في حاجة مش واضحة؟ معنى الكلام ده يا أستاذ معاذ، دي العروضة ودي الضرب. لو أنا حذفت العروضة وحذفت الضرب بقى 3 تفعيلات. فعول 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 فعول. تمام كده؟ وبقت دي العروضة ودي ايه؟ ماشي يا استاذ معاذ؟ ماشي؟ مش كده؟ يعني لو هم 3 تفعيلات بتبقى الأخيرة دي الضرب. لو هم 2 برضه ايه؟ بص يا حودة، البيت ده البحر ده 4 تفعيلات فعول هنا و4 هنا. أيوة. في البحور الخماسية بتبقى 8 تفعيلات، 4 هنا و4 هنا. ده وفاعله بس. البحور السباعية اللي هي بقية اللي احنا قلناهم، اللي هي مستفعل للرجز ومفاعلة ومفاعيل ومفاعلة، اللي اسمها البحور السباعية. سباعية يعني ايه؟ 7 حركات وسكنات، 7 حركات وسكنات، وبالتالي يعني 7 حروف و7 حركات وسكنات، اسمها سباعية. خلاص؟ السباعية بتأتي في البحور 3 و3. السباعية الخماسية 4 و4. يبقى عندي بحرين خماسية اللي هم فاعول متقارب ومتدارك فاعل، يبقوا ايه؟ 4 و4. فاعول 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 فاعول، او فاعل 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 فاعل. البحرين دول بس اسمهم خماسية، ودول اللي بيأتوا 8، 4 و4. بقية التانيين ال7 بحور الصافية التانيين، الرجز والكامل والوافر والرمل والباقيين دول 5 بحور التانيين بيأتوا ايه؟ 6 مش 8، 3 و3. 3 و3. عشان دي تفعيلتها سباعية وتفعيلتها خماسية أطول، فبيبقى 3 و3. طيب أنا عندي الرجز مثلا مستفعل.
مستفعله مستفعله مستفعله. طب المجزوء بتاعه ايه؟ بحذف العروضه واحذف الضرب يبقى مستفعله 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 مستفعله. بدل 3 يبقوا 2 و2 يبقى في الرباعيه اللي هي في 8 تفعيلات بيبقى 3 و3 في المجزوء، وفي السداسيه بيبقوا 2 و2 في المجزوء. ماشي؟ تمام كده؟ في حاجه في دول كده مش في اللي انا قلته مش واضحه. استاذ معاذ عندي بس سؤال لو اتفضل. لو القصيده في البحر المتقارب آه. 6 ابيات مثلا، ينفع بيتين يبقى مجزوئين واربع لا أبيات؟ لا 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 لازم كله. لازم كله. لو انا جزأت بيت يبقى القصيده كلها تقع. لازم يا تام يا مجزوم. تام يا مجزوم. لكن هنا في حاجات اسمها زحفات والعلل ممكن بتخش بقى، بس ده بيبقى في نظام الشعر الحديث، مهندس ابولو وبتاع ابراهيم ناجي والناس ديت، ان هو بيعمل 4 ابيات وينقل ال4 ابيات بقافيه ثانيه وينقل ال4 ابيات بقافيه زي الاطلال وشاع وعوده. واللي قرا شعر ناجي يلاقي نظام المقاطع. الشعر الحر ده لا لا مش حر، عمودي برضه، بس دي طرق من طرق الافلات من القافيه. ايوه طرق الافلات من القافيه تتغير القافيه، تغير القافيه عشان تقدر تدي موسيقى اكتر، متركب ومعاك تاخد اكتر، راحتك شويه، زنقه في ساعات حرف الرويه نزل شويه، فالشاعر بيحاول يغير، فبيعملها 5 4 6 و6 3 و3، يعني زي اجزاء زي ما هو عايز، ما فيش اي مشكله. تمام؟ الجزء ده كده في حاجه ولا؟ طيب موجودين برضه النفخة والقصيدة نعم. مسميات البيت والبيتين. كده مش هناخد حاجه